لقيت مرة كومنت بيقول: ازاي اقنع مراتي ان جوزها مش خصمها. الحقيقة في بيوت كتير الجواز بقى شبه حلبة المصارعة. مين غلط؟ مين لازم يبرر؟ مين اللي كسب الجولة دي؟ مع ان المفروض الجواز يبقى احنا ضد المشكلة، مش انا ضدك. المشكلة مش انك تبقى معاها في خناقة، المشكلة انك تبقى عايز تكسبها حتى وهي موجوعة. لو عايز تقنعها انك جوزها مش خصمها، خليك امان مش تهديد. اسمعها من غير ما تدافع عن نفسك، وافقها حتى لو مش بتتفق معاها بالكامل، علشان بس تحس انك جنبها ومش ضدها. ويا سلام لو قلت الجملة دي: انا مش عايز اكسب، انا عايز نرتاح احنا الاتنين. ساعتها مش هتكون خصم، هتكون سند.